عايز اقول لك ان كلنا مضحوك علينا. وخلينا اقول لك السر، دكتور في علم النفس اسمه روبرت سيالدين كان عامل كتاب لفن الاقناع والتأثير، وكان في اقتباس كده خدته من الكتاب كان بيقول لك ايه: الاشخاص الذين لا يعرفون كيف يتم التأثير عليهم هم الاكثر عرضة للتأثر. لا ثواني يا باشا كده، يعني ايه مش فاهم؟ هفهمك وبمثال بسيط جدا. بص يا صاحبي، في حاجة اسمها فن التأثير، وخلينا اقول لك مثال بسيط جدا كلنا حاليا متأثرين بيه، حتى انا. اللي بيجي في دماغك اول لما تشوف شخص ماسك تليفون ايفون مثلا، هيجي في دماغك على طول ان الشخص ده معاه فلوس ومعاه عربيه، ومش شرط معاه بس يعني واحد كده على وضعه، فاهم؟ وبتكون عايز تشيل ايفون زيه، مع ان في تليفونات ممكن تكون نفس الكواليتي والامكانيات. بس الفكره في ايه؟ الفكره ببساطه يا صاحبي ان شركه ابل عرفت تاثر فيك وفي عقلك بطريقه غير مباشره. وعايزك بقى تقيس بقى الكلام ده كله على حاجات تانية كتير، وان ازاي العالم بيأثر فيك وفي شعوب كاملة، وازاي ممكن يأثروا فيك وتشك في معتقداتك ودينك.